السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، السيغي ثما أنظر يوثن العبادة إلى يثما خاصة كزمان غكية إلى الكثرة العباد ويثمثنا، يا إما يونثي تصافت يتعيش بقلق، يونثي تصافت يعني تعيش بالهم، يوشو تصافت يوني تخميم يعني يتقاد في العمريس، يوني تقاد في المستقبل الناس كل يوم داشو إلى يعني ذي السبة يكشكش من ذي الخوف وليس. ولهذا غادي تصافت لنا كرا العباد يتصافت يفقع بزاف، تقلق بزاف، تقال بزاف، يعني للأسف الشديد العبادة يثما كزمانية ونحواجت مليح، حواجت مليح يثما. العبادة يثما هي عبادة التوكل على الله، عبادة التوكل على الله. التوكل على الله هي يثما وين راضي تعيش حقيقة تشكيل فربية. والتوكل على الله يثما ضربي غدي أمر نزيس، ضربي غدي خصدي طلبون. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما إذا تشغليت في العبد ثاني كينفع وكيتضر. وينك تسكالين في الغيريس ناغي تسكالي في العمريس، عمرك أتسكلط في العمريس ناغي تسكلط في الغيريس. فما إلا تسكلط في العمريس تسكلط في الغيريس ما يضيعيك ربي يونور زميرك يرفل، ما يضيعيك ربي يونور زميرك يرفل. فضربي غيدينا نايثما انك تشكيلف منه فوينك تمتاث نرى. فتوكل على الحي الذي لا يموت. وإن ربي وتوكل على العزيز الرحيم، على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأضنا فيثما رب العالمين في 7 مواضع من القرآن الكريم يتوصد المؤمنين وكنا تشكيل فربين وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية يثما تتوذكرت 7 بردان أكاس الله ذي وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنين في منارة تشكيلة إنايك ربي إلا قد تشكيلة فربي. وما إلا تشكيلة فربي يونور يزمير أكي الظهور ما إلا بغامك ضره. والجيع غيتن كذلك يونور زميرا كينفع ما يلو كينفع ربي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافية. نيك ربي يشرطك ما إلا تسكلط في الليل شرط. ومن يتوكل على الله فهو حسبه
يعني كافي، يعني ربي يشاط شاط ما تشيلط في الليل يشاط. ولهذا غيثما ما إلا نشلط في ربي. والتوكل شو معنى التوكل؟ التوكل تعرفين اصطلاحا هو صدق القلب، هو صدق اعتماد القلب، لأنه فيقرنص عبادة قلبية. ذا العبادة غير تيلي تقول هو صدق اعتماد القلب، يعني غادي يصدقوا ليه أنه حقيقة نوني قل ربي، يعني غتصعود اليقين دوين ذا الإيمان، ما تصعود الدرجة علين الإيمان يكشما وليه يزر قوليه أنه خلاص تفرع إريزمر لك يضر كان أنا قال ربي، إريزمر لك ينفع كان أنا قال ربي. وما إلا يضرك ربي يول وريزمر راه يرفع ربي في الليك الهم ولا الهغم ولا غضورني أنا قال ربي. وما إلا ينفعك ربي ينعم ربي في الليك يول وريزمر أكيد كسنا عماني أنا قال ربي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وما علاش يدينا وهو القاهر فوق عباده. ربي جل جلاله هو القهار القوي. يول رزمي راك يضر ما ينفعك ربي، يول رزمي راك ينفع ما يضرك ربي. ويسقن قمة التوكل، قمة التوكل. العبد الذي يتكلم في ربي يفوض الأمر يسير ربي وريسعى هذا شهر هذا يقلق، وريسعى واش راه يقلق كل شيء كاين تنفس ربي. واش راه قلق كان غير العشاء تعيش غير الوسواس واش ولا شي تنفس ربي. ولهذا شوف يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أمشي غادي تربي الصحابة الذين ضربوا في الأساس العقيدة يصحى، لأنه ما يثمر في قرنص العقيدة لا بلاتفورم. مرة تروح تسبن وتخار ما إلا مستخدم طارق الأساس لا بلاتفورم يصحى أين راه تبنوتيك السفل وريس حارة زمرة زح الزلزلة ما كان غتغلي زمرة زحو بحالي غادي يغلي. ولهذا الكني إلا قد أدنى ربي ثمن منا ودنا ربي في الدريان في العقيدة غير الصحة أنه نسعون للساس لا بلاتفورم إلا نتصحى. النبي عليه الصلاة والسلام تشوفهم كي توصين ابن عباس غادي يرضو ربي في الناس إلا ذا قشيش ذا مزيان غلام سقرر من 8 سنين 7 سنين 9 سنين مازالو كسينا لا خاطي صحفطاس كاين مزيان انه الا ربي يشيعد النبي ولا شو ديالنا ربي ولا شو يدينا النبي ربي يلقى داك صحفطاس كثر مزيان سقرر وريسينا موتر خاصه زمان الغيثمه موتر بطال غمي غادي تواربا برا خاصه الوقت لي بورطابلين وفي تربط غادي تواربا كوين داري والعياذ بالله. فابن عباس رضي الله عنه هذا شو دين النبي عليه الصلاه والسلام إناك ابن عباس ناك يونواس اركب غد وحيد النبي عليه الصلاه والسلام زد فارس شوف ليونو مركوب يعني يركب النبي عليه الصلاه والسلام اكرمكم الله شوف للدبايني سيركب في زد فارس شو سينا ناس يا غلام إني أعلمك كلمة الميك ذا مزيانك هذا راسك طقي راسك كريم سلينك هذه سن في الدين ناسك صحفتاش لي مسلين. إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. شاهدوا مسلاق الحديثية الناس واعلم أن الأمة
لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك، وأن الأمة لن ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والتوكل أنه يونور كي تضروا يونور كي نفع ميلا ودي وسالا كاسني صار به. العبد ما لا غادي يسعو كان التوكل قولي سكان غادي يعيش مرتاح البال. صفت كلامي مغارنا كان هي بركه كيا كرند يعني الله يبارك في تصفت 90 سنه مازال في صحه يرفد يمانيس لانه غيثما هذا شو قصغلين العبد العبد تعيش غير يقلق تصفت تقلق بزاف الوسواس مي غادي تصفت الله يبارك 90 سنه مازال يفرفد يمانيس كثر ليوني الى البركه 40 50 ايوا شو كي كلشي فوس ربي اين يدي وسان مرحبا هذا ربي يدي نعم ربي فلان مرحبا في تصفط يعيش لهنا وريسينا الوسواس وريسينا القلق وشو يوكل الامر ينسي ربي ودرنا نحكي ان شاء الله بعض الامور التوكل على الله ثم غيثما التوكل على الله تسير فربيه إلا أنت بعض الأمور التوكل على الله تحوج اتخاذ السبب في موضع أن العبد يود يتخذ السبب. لأنت في بعض المواضع أن الإنسان لا حول له ولا قوة. توكل الكلي توكل عند الإنسان إلا قد يقدم السبب يود يقدم السبب وإلا وريتلال من المتوكلين ويغذقل من المتواكلين. إلى التواكل فرق. التوكل العبد الذي يقدم من الأسباب وكاين يكون شيطان يفوصر به ولكن كاين اللي قد قدم الاسباب سبيون ورقاز غالجامع ويد الغمديدس إنيس النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أعقلها وأتوكل على الله أو أتجر وأتوكل على الله يعني غتقنغ يا رسول الله وتسكيل غفر ربي أنا غسر حاكا تسكيل غفر ربي الناس قاطي اعقلها وتوكل على الله لحاجه غير نزمر تخمط السبب تقدم السبب وتسير تفربي وين الصح. اما ما اذا تقرا كلش كان كوسقات تسكرها فربي ويقال الناس التواكل ماشي التوكل وكان شتاوى تحب ربي. يقال ابن عباس رضي الله عنه في الناس في اهل اليمن زيش ما ردسنا الحجه اليمن عن اهل اليمن نيك ما ردسنا الحجه لا يتزودون ودي تساوي لا الماكله ودي تساوي لا في السيع ودي تساوي ماذا زحد الياسر وقالوا ويقولون نحن المتوكلون. قال ناس كني غنروح الرزق النغث فوس ربي دي ترزيقا ورنساوي لا الماكله ورنساوي لا في السيف أن نروح ضربي غادي ترزيقا نكني نتقارنس نكني غنسير في ربي. فلما قدموا مكة مرد لحقنا خمر بمكة يسألون الناس طلبنا العبث فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن يسن النبي عليه الصلاة والسلام دايما السبان يتنزل الآية سورة البقرة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ماذا شيء رب العالمين وتزودوا بعد فإن خير الزاد التقوى.
ناس النبي عليه الصلاة والسلام راه تسند أو ندير الماكلة غدي نون داو تيسير دي نون تشكلهم في ربي. كاين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ديوان الجامع ومن بعد قال كاين الرزق هو ربي الناس أبدا روح حوف سبب حوف تخدمط الناس فإن السماء لا تمطر ذهبا ما إلا نثر بعتي فاسني كان الناس فنسيني وبدي صغيرة وذهب. ولهذا تشوف النبي عليه الصلاة والسلام إفكير ديون المثل قمة في التوكل. إفكير المثل قد طير أي طيط أمش منو دي ترزيقا العباد مرة لا يدي ترزيقا ضربي كامل ربي غيدينا وما من دابة إلا على الله رزقها. يا ذا العلم يا ذا الشجر يا ذا الحيوان أي اللي يخلق ربي مرة ذي يتحوى جالي السوء ذا ربي يكستكال في الزيس وما من دابة إلا على الله رزقها. فشوف شو دين النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. إنك لو كنت تشكرين في ربي ند الصح أتكلني ند الصح ماشي إذا تسكلني كان الفستير أتكلني ند الصح لرزقكم كما يرزق الطير أمش تغدو خماصا وتروح بطانا. الأذان بعد الأذان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. إذا اللي غدا يثمان لقد النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو ومن الغداة يعني أول نهار زريت الصباح مالا تفغ تفاثني تمزوات وين يسقان الغداء. وذا ربي سنن النبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الطير يثمى الطير مالا دي في غزو حنتا فذاك ذكر ذي فرفر ذي حف المكنة بمعنى أنه وليد قيمة بالعشينس أميد 9 أميد 10 أميد 11 مع سنين غادي نروح أول نهار أكن راه تبدو تتفغ تفاث هذيك راه فرفر غادي نروح هذا يحوف في الرزق ينس وربي ما تدير رزق يسبب. تغدو خماصا يعني تبكير الصباح في اللوز العشاء تقلد ضين طرله وتروح بطانه. شاهدوا مسلي بغى دين النبي عليه الصلاة والسلام ذي يعني بغى يديني بكر سبب ما بغيتك دير رزق ربي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. ما بغيتك دير شيء ربي كل حاجة قال الخدمة قال القراية كل حاجة ما بغيتك دي بارك ربي قال خدميني وك دي بارك ربي قس النية وك دي بارك ربي قس حيني خدميت الصباح بكرت خدمت الشيال فربي. هذا البيغي ديالنا بورك لأمتي نيكي تبارك ربي البركة تسيد البركة في بكورها يعني مصباحك بكريكا أتزالت الفجر تروح تخدمت الخدمينيش اك دي بارك ربي قس حيني دي بارك ربي الوقتي اك دي بارك ربي قس النية. الشاهد مسلي اتخاذ الأسباب. إذن وين يغدا يثمى أنه التوكل على الله في بعض المواطن في بعض المواضع يتحوج تقدمت الأسباب. ربي يسنني مريم عليه السلام ملي تدير رزقها ربي سمي فلان ستاديس فلان زدان وشجرة ونسمر ربي ما يبغى كرا سيني كن فيكون ما يبغى ناس دي صغالين عقين تسمع ناس دي صغالين عقين. ومع ذلك باش كيغدي يبين انه لا بد من اتخاذ الاسباب. شو سينا رب العالمين مريم عليه السلام
وهزي، يعني ما كدوش هو كان السبب ولو ضعيف، قدم السبب غاسو كان يعني وريق ولا ضعيف. وهزي اليك بجذع النخله، جذع النخله مرة تهز تكايني. وهزي الى الناس قدم السبب كاك مدرس، ولكن قدم السبب. وهزي اليك بجذع النخله تساقط يعني غدغلين في الناس صلكثار. وين في بعض المواضع الانسان يقدم الاسباب. لنت مواضع اردنا نذكر بعد قليل انه الانسان لا حول له ولا قوه. وين يثمى وهذا الذي تشكر فربي قرنص قمه التوكل، يعني ما فلح قطع درجين التوكل، يعني فلح التوكل عليه الايمان عليه. من بين المواضع عند النوم، مرة تروح تتينط، مرة تروح تتينتيما اندلك قالك يا ريت اسم ربي، قالك يا ريت اسم ربي، لا حول لك ولا قوة. ده شو صحفة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. الناس النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك مرة تستوسوني كتروح تتينط فتوضأ وضوءك للصلاة، العلي والذي ينصب الوضوء، ثم قل ومن بعديني اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. والتوكل يعني مثلا تشكي في الله، فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إليك نبي عليه الصلاة والسلام فإن مت مضمضت من ليلتك مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم. إليك جعلي مسلين مرة تنتقط مرة الدعائية وين راه دياوي الدعائية إليك وين راه مثل الليلة اللي يموت على الإسلام. فوي مواضع عند الإنسان لا حول له ولا قوة ضيّن غرض الإنسان اللي تشكل فرقه، يعني يفوض ترويح في سير ربيع في سير ربيع ثانية لفسنا ربي ما إلا يطفي تربي لا غورس إنيك ما إلا تموت موت على الإسلام، ما إلا يريك تضرب بها ذكرت الذكوى الصباح إلا الدعاء الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله دعائية الحمد لله الذي رد إلي روحي لتموت. النوم قرنس الموت الصغرى، الموت تمزية مردين يول قرنس الموت تمزية. ولهذا المرة ذكر يول بحمد ربي الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي، ذكرت الصحة إليه بالعافية إلى آخره وأذن لي بشكره. فكيف ربي من الإذن كنت شكرته لأنه وزما تشكر تتحمد ربي مقدي في كان تكرم خير العباد والصباح تكرم بالصحة والصوم تراس ربي تروح نصب القلة والقليلة يحمدنا ربي مو كأذين ربي وكيف ظل فويكي تشكر ربي وشكر ربي. إذن وهي موضع وشكون طويل طارق الموضع يطن مرة فاطمة خامش نغدا يتم التوكل أنه الإنسان اللي تشكر في ربي أرى في ضر أنا قال ربي، أرى في نفعل أنا قال ربي، يونور كي نفع يونور كي تضر أنا قال ربي. مرة فاطمة خامش أول حاجة أرتيني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الآية يثنى الإنسان اللي قاضي واظب في الأذكار، تلقى الإنسان اللي يحفظ الأذكار
الأذكار مرة تكشم تأخر، مرة تفغط قخر، مرة تكشم تلقى الجامعة، مرة تفغط الجامعة، مرة تكشم أكرمكم الله بيت الماء، مرة تكشم السوق. العب ذيث ما العب يتدوس ذكر ربي. ما تبعضت في الذكر ربي ثموثت، ما تبعضت في الذكر ربي ثموثت. ودرنا له النبي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وينك ذكرنا ربي إن يكمل الميت الحي. فمن بين المواضع الإنسان مرد يفغ خامس ديال الدعاء: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. مرد يوي دعائي لشواز دين الملائكة كفيت وهديت ووقيت. خلاص تشكلت في ربي. كفيت أقلك تحت رعاية الله، ربنا يحفظ. أنا قال ما إلى الوسد المكتوب. فيقول الشيطان كيف لكم برجل كفي وهدي ووقي شواطنا ذرون في الناس فغسيني غيون الشوطان أمشارس تزمرني ورقازي كفي ووقي وهدي. وين من بين المواضع عند كثرة الأعداء وكثرة الحاقدين وكثرة الحاسدين، خاصة قال وقت نغيثنا قواني عذاوي، قوان العباد شرم ولا وسن الدغل، قوان ويكني يحسدن وركي بغا اتفرحط وركي بغا تسيلي بالصحة إليك وربغان يسيس مدنا زوجان وربغان يسيس نسنا زوجان ورفرح المرض زرنا الدريان الجيران سنخدمان. لا عجبي ثماني قوان، لا عجب عند كثرة الحاقدين والأعداء والحاسدين. شو دينا رب العالمين سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنهم. سعيت أعذاو يلتهي دزيش كان لهميز الشيكان تعسك الشيكان صباح العشاء يهضر في الله كان إنك ربي وتخدم على الشغل وتخدم على الشغل وتضيع على وقتك ذي ذاس ورسهلة كريمانك ذي ذاس. إنك ربي زدنا فأعرض عنهم ومن بعد وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نكني نقارس مرضي لي كان يوني التهدزي سكاين ذي سكانه كيز دفير سكانه دي تبع قارس شوكل روح شوكل ربي مقاريث ما مقرني وليه مرق ديني يقول روح وكلاك ربي مقار حين روح وكلاك ربي. الإنسان في هذه المواضع لا حول له ولا قوة. فغني صار بين النبي فأعرض عنهم يعني والتهار ذي ذنسل جيثا فيما ننسل السلهات فيما ننسل زد فيريك وقعيك مع لزيسة ورزمنا لنا كيظهر. فأعرض عنهم ده شو كان تشكيل في ربي. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وما لنا اسنان الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لا نسيبو شغل نسكن في ربي، لا نسكن في ربي تأذيما معليش تضر ما عليش، ولكن نصبر ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. النبي عليه الصلاة والسلام يوم قيل له
اسمي سيدنا أبو سفيان في غزوة بعد غزوة بدر أو في غزوة بدر يبغى يسخل عن بيع إني سثنكم مجمعين الغاشية ودسن يعني ودناس أنا لا غادي نول وكون من سنجرين ونكسب دين نول وثنقلع كيزوراني صديق دوري كزيز ترمى إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم جمعناكم للغاشية فاخشوهم فزادهم إيمانا. الصحابة إرنغي وليسن الإيمان أكثر فزادهم إيمانا فقالوا شدنا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورزم المرأة تضرهم ورسلنا رغم النبي ابن عباس لو أن الأمة كالمثل الأمة اجتمعت نجمع المرة يوكل كذرا ورزم النار كذرا مدام ربي وكي تضرر والعكس صحيح. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. المقولة حسبنا الله ونعم الوكيل من ابن عباس ضرب فلاس قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. آخر حاجة من إبراهيم عليه السلام أسمي إشدناثيا ناثمس إن اسم حسبنا الله حسبي الله ونعم الوكيل. شو دي ترى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إكش ما ثمس أرزقو ثيويا ثمس نيم ثقلك نسقارن يجعلي تربي تصمت إرنغي نيس وسلاما تجعل رسم تسم لي حدش في تزوررا تسيز العالي شاش ما شعطا كليماتيزور غادي تخاطي تريغلي 25 فاش تخدم طارق القوى باش كذا لكن لا. موسى عليه السلام قمة التوكل اسمي غير تبع فرعون وجنوده لحقنا الريف البحر هنا نسمدو كاليس يا موسى هنا سفان البحر ارزاف النغير وين النغ أعذوة نردفير النغ أمشي أنا نخذ. فلما تراءى الجمعان يعني لين مولا فرعون للجنود ينس يتبعد موسى عليه السلام ديم كاليس ذين الحقيثن الظريفا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون داين خلاص ترويف لنا الحق النغد. شو سنين موسى عليه السلام قمة التوكل قال كلا إن معي نساء ربي ذي وما إلا ربي ذي كنت كذا إن معي ربي سيهدين. ويسقن قمة التوكل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوما في أحد الغزوات كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في أحد الغزوات أسمي دولان لحق دايون كان غانا استعفوا الوقت القيلولة إنك نتحفوها كان الشجر أندر القيمة كان مثيلية إن يكون عاد المفرق كوري ولا ندر دي فم كان ثلاثة يوثن الشجرة سكية جلس النبي عليه الصلاة والسلام وكنا كذا استعفوا كثيرين نوني راح نطبرني قرون يصل يوم ندور غلط يوم ندور وشيا يوسد يول أعرابي يكسد سكين النبي عليه الصلاة والسلام يخمس السلاح أن يسمن يمنعك مني نرى كيس الكنتورة يري فسني ناس النبي عليه الصلاة والسلام الله ضربه فشلت يده باراليزي نفوسيس يغرد سكين إدميث النبي عليه الصلاة والسلام نستر من يمنعك مني ناس فكن خير آخي الشهد سنين النبي عليه الصلاة والسلام ناس ربه. وهي قمة التوكل عند كثرة الأعداء والحاقدين والحاسدين تشكر في ربي وانتهى ذيس فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهي مواضع عند الإنسان الذي تشكل في ربي الاتكال الكلي لا حول له ولا قوة
آخرها ونحبس يزيس الدرس ونكمل إن شاء الله الموضوع اللي الدرس يسدون عند نزول المصائب. بارد غبينة المصائب في نار تشرد ربي قل لن يصيبنا يويدني غيثنا العبد راه يسعون التوكل يا عباد التوكلية البوليس وريد تعيش راه العبد وقلق وريد تعيش وقلق وريد تسين شويه الوسواس هذا يعيش يعني راحة البال كيني كل شيء تنفس ربي وشو راك يقلق نيمة شو راك يسخوفن تخميم ببالك في المستقبلين يمكن راك تفطروا يمكن راك تعيش تخميم ما كانش معظم يثما غادي تساوي الوسواس ذا قلقيه ذا كانشتا ايوا شو يوريس عالم اليقين يخوص يضعف قال اليقين انه كل شيء يتسلسل صور ربي منا يعيش قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على كل نطول شويه في اللون تسمحوا الدرسين ان شاء الله في الفكراء اسم كمل ان شاء الله قال سيدي سدون ودنا نغد نفكك بعض المواضيع كنا الحوادث للانبياء عليهم السلام الا نمكس عن قمه التوكل تكلم في ربهم لعل وعسى ان يمك هذا القدوه السن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتوكلين. قول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.